ممكن تخسر آلاف الجنيهات كل دورة بسبب خطأ في تصميم المزرعة. أنا مهندس سيد عيسى جاي أفيدك في مجال الدواجن. النهاردة هنتكلم عن تصميم المزرعة والمساحة المناسبة لكل طائر، وليه الموضوع ده ممكن يكون سبب في نجاح مشروعك أو فشل. تصميم المزرعة مش مجرد شكل حلو أو مباني مترتبة، دي عملية مدروسة بتراعي راحة الطيور وكفاءة التشغيل وسهولة الإدارة. المساحة لكل طائر، عندك مثلا في مزارع التسمين لو أنت بتربي أرضي وعندك عنبر مجهز بالكامل، فكل متر مربع عندك يقدر يشيل 36 كيلو جرام لحم، وهو بيعادل 18 طائر للمتر المربع بمتوسط وزن 2 كيلو جرام. لكن لو انت بتربي في بطاريات تقدر تضاعف العدد اللي فات ده في نفس العنبر بنفس المساحة ل4 أضعاف. وكذلك في مزارع البياض في العنابر الأرضي بتسكن 10 فرخات للمتر المربع. وطبعا في نظام البطاريات الأرقام دي برضو بتتضاعف ل4 أضعاف. التهوية واتجاه العنبر، العنابر لازم تتصمم بحيث تستفيد من حركة الهواء الطبيعية مع مراعاة أماكن المراوح أو الفتحات علشان التهوية تكون فعالة في كل ركن. سهولة الحركة، توزيع الممرات لازم يتيح للعمال الدخول في أي جزء بسهولة للفحص أو الصيانة بدون ما يضغطوا على القطيع. مواقع العلف والمية، أماكن المساء والمعالف تتوزع بشكل يضمن وصول كل طائر بسهولة ويقلل الهدر. التصميم الصح مش بس بيوفر بيئة مريحة للطيور، لكن كمان بيقلل استهلاك الطاقة والمية وبيختصر وقت وجهد العمالة، وده كله بيترجم لأرباح أعلى.